السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف مبروك، ألف مبروك للشعب المصري. الحكومة قضت عليه تماما. تم القضاء على المواطن المصري بنجاح. وانا النهارده مش طالع هاجم الحكومة، لا خلاص مش هاجم الحكومة خلاص. انا طالع اقدم لهم اقتراح. انا طالع اقدم لهم اقتراح هيريحكم كتير. يمكن بعد الاقتراح ده تعرفوا تشتغلوا او تعرفوا تلبوا احتياجات المواطن. وكنت قلته قبل كده ان احنا نعمل حفرة كبيرة في الصحراء ونعمل دعوة. اللي مش عارف يعيش، اللي مش عارف يصرف على بيته، اللي مش عارف يصرف على عياله، يطلع على الحفرة دي يرمي نفسه فيها، والحكومة كفيلة ان هي تردم الحفرة بعد كده. بس الحفرة غويطة شوية، كبيرة يعني، زي الحفر اللي بتعملوها كتير كده والطرق وبتاع. اعتقد ان الاقتراح ده هيسهل على الحكومه حاجات كتير. دايما بيطلعوا يقولوا في الانفجار السكاني وانتوا بتخلفوا كتير وكفايه 2 بلاش 3 وحاجات كده، فاحنا بقينا كتير، عدينا ال 120 تقريبا يعني. فلما 20 يروحوا، يا عم تعرف تصرف على ال100 هتعرف تصرف عليهم كويس، هتعرف توفر لهم احتياجاتهم، لان خلاص مفيش سيطره على الاسعار خالص خالص. الحاجه دلوقتي بجنيه، بكره باتنين وش. والحكومه طلعت تقول لك ايه؟ الزام التجار ان هم يحطوا تسعيره. ما هيحطوا تسعيره وتتغير كل يوم. ايه المشكله؟ لما تيجي انت المراقبه تراقب عليه هتروح هتلاقيه حاطط تسعيره، وبعد ما تمشي يغيرها ويحطها تاني يوم عادي. الافتكاس اللي انت بتعمله مش نافع. ولا دي فرقعه؟ انت بتعمل فرقعه عشان تبين للمواطن او الشعب ان انت شغال وعايز، والتجار همت واحنا بنخنق عليهم. مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. السوق خرج عن السيطره خلاص. احنا ايقنا بده. احنا خلاص عرفنا ان السوق المصري الاحتياجات اللي بيحتاجها المواطن خرجت عن السيطره، خلصت. فانا بعمل لكم اقتراح. قولوا حفره كبيره، قولوا يا جماعه اللي مش عارف يعيش يجي يرمي نفسه في الحفره، وتبقى في حاجه انتوا نجحتوا فيها. يعني انتوا نجحتوا في القضاء على المواطن. الحاجه اللي جايه بقى تنجحوا في انكم تخلوا المواطن يعني يتخلص كده بقى من حياته، لان خلاص مفيش حياه، مفيش حياه. واوعوا تقولوا، اصل في ناس تطلع تقول لي، يعني بتبعت لي رسائل وناس بتكلمني، انت متشائم يا عم مش طب طب انت متفائل بايه؟ يعني انا عايز افهم. والله اديني حاجه انت متفائل بيها انا معاك. يعني قول لي لا في تفاؤل هيحصل كذا، او اسعار هتنزل، الدولار مش عارف هيحصل فيه. قول لي حاجه. كل حاجه في الطالع، كل حاجه في الطالع، والفلوس زي ما هي دخلك زي ما هو، اذا كان مرتب او دخل او زي ما هو. ازاي تبقى الحاجه في الطالع والمرتب في النازل؟ انت بتقبض 2000 جنيه 3000 جنيه 4000 جنيه 5000 جنيه 10000 جنيه، مش هيكفوك. اذا كان الرئيس طلع نفسه قال 10000 جنيه ما يكفوكش، هو ده رئيس الجمهوريه، واحنا ما بنكملش 10000 جنيه، ما بنكملش حتى 7000 8000 5000، ما بنكملهمش. فنعيش ازاي؟ فاحنا كده مش عايشين، احنا كده مش عايشين. طب نعمل ايه؟ يعني هل في حل؟ هل في طريقه؟ انا شايف الحل اللي انا بقوله ده مناسب جدا. حفره كبيره، واللي مش عارف يعيش يجي يرمي نفسه فيها، وتبقى برعايه الحكومه، وتبقى نجحت في اي حاجه. اي حاجه. انت كده بتخفف على المواطن، على فكره بتخفف على المواطن اللي مش هيروح، وبتخفف على المواطن اللي راح. يعني انت بتخفف على المواطن اللي مش هيروح ان الدنيا هتبقى اخف، وبتخفف على المواطن اللي راح انه يتخلص بقى، يخلص خلاص بقى، كفايه. تعبنا وزهقنا وخلاص. الحياه بقت مستحيله، مستحيله. مش هقول ان هي ممكنه، لا دي بقت مستحيله. اشوفكم في الحلقه الجايه.